هاي جايز، كيفكم؟ فيديو اليوم هيكون عن روتيني يوم الجمعة وروتيني أول يوم أجازة. بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. يلا نبدأ الفيديو زي ما وريت. فيلا بقى بينا نبدأ يومنا. أول حاجة أنا صحيت الساعة 9، من 9 ل11 وربع كده، وأنا بعمل اديت للفيديو اللي انا نزلته لكم اخر يوم امتحانات. كنت بعمل له وبنزله، فبعد قعدت كده عملته ونزلته وظبطت كل حاجه. والصراحه الساعه وربع دي وانا قاعده ماسكه التيك توك مش عارفه اسيبه بجد بجد. تحس مش بمسكه كتير الموبايل، بقالي كده حاجات كده كانت فايتاني ولسه كمان ما كملتش. ف يلا بينا بقى الاول نرتب. بجد الكركبه دي انتوا متخيلين ان بصوا لسه كتب الترم الاول لسه هي موجوده. عايزين بقى نعين كله الحاجات اللي احنا محتاجينها هنا. وجود بجد الاوضه مبهدله جدا. بس مش عارفه اوريكم كل حاجه، ولكن ده السرير بس مبهدل قوي. اوكي، وفي بقى في الارض كركبه جامده، فانا مش عارفه اوريكم كل حاجه صراحه، ولكن هوريكم كده. يلا بينا بقى نبدا نرتب مع بعض. فيلا بينا بقى نرتب المكتب مع بعض. هنا بقى بدأت أرتب الكتب وكده، وخليت الكشاكيل كلها مليانة ورق، وفي نفس الوقت مليانة كلام. فأنا قلت ايه، لو أنا قطعت اللي هما مكتوبين فيه هيبقى باقي قليل قوي في الورق. فقطعت الورق بس الفاضي وخليته كده يكون، فبقى جمعت كل الورق كده وحطيته في الآخر على المكتب، عشان حتى لو احتجت الورق ده في اي وقت. في الترم التاني الملخصات بينفع، فاهميني؟ دايما بنقطع من كشاكيل، فكده انا مش محتاجة بقى ورق ولا محتاجة حتى كشاكيل. اوكي، بس لو تلاحظوا بقى ان في ايدي كده قماشة كده عشان انا اتعورت من المقص، فرحت بقى حطاها. عاوزاكم بقى كلكم بعد ما تخلصوا الفيديو ده تروحوا تظبطوا مكتبكم وتعملوا الكتب القديمة وكده يعني. وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس عن افكار فيديوز اعملها في الاجازه، عشان محتاره جدا بجد ومش عارفه اعمل ايه ولا ايه ولا ايه. وكله يعمل سبسكرايب. فتحت الشباك كده عشان الشمس كده تدخل على الاوضه ونحس بنشاط كده. نكمل بقى ترتيب. اول حاجه بدات بقى اظبط المكتب، وما غيرتش المفرش عشان هو نضيف، يعني ما كنتش حطاه بعيد قوي. اوكي، فبس يعني قلبت الناحية التانية بس. اوكي، وبعدين شغلت سورة الكهف عشان ده كان يوم الجمعة، وبدأت بقى اظبط حاجتي. بس قررت وانا برتب اوضتي كده وبطبق هدومي احط ماسك، فاحط بقى الماسك ده عقبال ما ينشف اكون انا برتب هدومي بس. وظبطت حاجات كده. سورة الكهف خلصت، رحت مشغله سورة البقرة. اوكي، وظبطت كده اكتر فغير. ايه رأيكم بقى؟ انا هرتب السرير، رتبت الأوضة اهو. اوكي، فبعد بقى كده انا رتبت اوضتي ورتبت الميك اب ورتبت اللبس، ما صورتش مش شرط يعني. ورتبت الارض وروقت كل حاجه. بقى كده انا خلصت الاوضه. لقيت بقى ماما عامله لي ايه، لقيت بقى ماما عامله لي ايه، رز بلبن. اوكي اهو. فدلوقتي بقى انا هاكل رز بلبن واسمع مسلسل. استنوا هنشغل دلوقتي وهقعد بقى هقفل بقى الشباك واحط الستاره. بصوا بقى، قفلت الشباك وحطيت الستاره. الميكي ماوس دي لسه جديده. اوكي، بصوا بقى اسمع مسلسل. اوكي، انا معرفش كي دراما. اوكي، وهاكل الرز بلبن.
هاي اصدقائي، ورجعت لكم تاني دلوقتي. جبت شيبسي اهو، قاعده بشوف طريقه الميني بيتزا. انا كده عارفاها، بس عشان ايه يعني، ايه عشان اكيد نسيت يعني، عارفه عشان برضو ايه يمكن في حاجه زياده، تاتش زياده وكده. فهي دلوقتي بقى انا هسمع الفيديو ده واشوف الطريقه، وبعدين هنعمل مع بعض هرجع لكم. بصوا، انا ما كنتش حابه اكتب امسك الورقه والقلم خالص غير في الترم التاني، ولكن مجبوره بقى عشان هكتب المكونات اللي هنا والحاجات اللي عندي ومش اللي عندي وكده. وهروح بقى نشوف بقى هنعمل ايه، فهشوفهم وبعدين ارجع لكم. بقى انا هروح اجيب حاجات الجبنه والحاجات الناقصه من البيت وهرجع لكم. بصوا بقى، جبت الحاجات. بصوا بقى جبت ايه، جبت الجبنه، جبت كاتشب وخميره وصلصه ولانشون، كاتشب تاني وحليب ميدو. بس هعملها بقى وبعدين ارجع لكم. هنا بقى وانا كنت بعمل البيتزا، اوكي انا معرفتش اصور وانا بعمل عجينه، ولكن العجينه سهله جدا طريقتها. بصوا، هتحطوا دقيق وبعدين عليه الحليب اللي هو البودره، وبعد الحليب هتحطوا ملح وسكر وهتحطوا ميه بالتدريج لحد ما تعمل معاكم عجينه، وفي الاخر تحطوا زيت. وبعد ما تتعمل بقى وتتلف كده على بعضها. والخميره اهم حاجه برضو في الميه، وانتوا بتحطوا الميه حطوا الخميره، وبعدين سيبوها نص ساعة تخمر. بصوا انا قلت كده بسرعة، ولكن لو عايزين الطريقة اكتبولي في الكومنت. وبعدين بقى بدأت بقى احط الحاجات اللي عليها. الحاجات بقى بتكون اختيارية، الحاجات اللي انتوا عايزين تحطوا عليها، ولكن انا حطيت كاتشب. اللي انا حطيته ده كاتشب مع صلصة، وبعدين بدأت احط فلفل حراق، وحطيت برضو في كله بقى. وبعدين حطيت زيتون، او المفروض كنت اجيب اسود او اللون ده عادي، اخضر، اي نوع اللي انتوا بتحبوه. لو انتوا مش بتحبوا الزيتون عادي جدا ممكن تحطوا بديل مثلا فلفل رومي عادي خالص. وبدأت بقى احطه على كله. وعادي برضو لو انتوا عايزين تعملوا حجم البيتزا اكبر من كده عادي، هي الحاجات اللي هتعملوها ونفس العجينة ونفس كل حاجة. قولولي هي، انا عايزة اعرف هي تالتة اعدادي هتمتحن امتى، عشان عايزة اعمل لكم فيديو مهم جدا للمذاكرة ايام الامتحانات، عشان بجد نفعتني جدا في تالتة اعدادي. فقولولي في الكومنت تالتة اعدادي هتمتحن امتى، ياريت يعني. بدأت بقى احط لانشون، وبرضو قطعت بطاطس، والبطاطس دي اختيارية جدا. بقولكوا انا زودت حاجات من عندي. البطاطس قشرتها عادي وقليتها عادي في الطاسة زي اي بطاطس، ولكن صغرتها شوية. المختلف ان انا صغرتها شوية، وبدأت احطها وحطيت لانشون، وحطيت بقى بدأت احط الجبنة الموزاريلا. بس دي كانت طريقة البيتزا، بس بجد كانت طعمها تحفة. وبعدين بقى بدأت احط الجبنة الموزاريلا زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى بعد ما اتعملت كانت جميلة، ولكن كان في مشكلة بقى فيها. ايه هي؟ ان انا قللت من الجبنة الموزاريلا. رقم 2 ان هي
قللت برضو من الخميرة. بعد كده لما تحطوا خميرة زودوا شوية اوكي، عشان طلعت يعني مش منفوخة قوي. وسيبوها مش نص ساعة، سيبوها ساعة الا ربع، ساعة الا تلت كده. انا سبتها نص ساعة بس تخمر العجينة، فانتوا سيبوها اكتر من كده وزودوا الجبنة الموتزاريلا بس. وهي كانت طعمها تحفة، وشايفين كانت حلوة ازاي، وكانت وانا بشدها كده بتمط، فكانت حلوة قوي. وهنا بقى رحت عند صاحبتي شوية، كنا بيتزا وشربنا بيبسي وقعدنا مع بعض وعملنا تيك توك وبس. بس انا قعدت مع صاحبتي شوية اوكي، فقعدت معاها شوية وعملنا تيك توك وظبطنا يعني. قولهم هاي. هاي كيفكم؟ أصدقائي دلوقتي بالليل اوكي، وانا باكل بيتزا وبسمع كي دراما. بيتزا اهي اللي انا عملتها وبجد تحفة قوي. فدلوقتي بقى بالليل وانا بقى حاسة بجد اني عايزة اقعد بقى من الصبح وانا مش ما قعدتش، فبسمع بقى الكي دراما. ودي كانت اخر حاجة في يومي. خلصت الكي دراما وكلت وبعدين نمت عشان كنت مرهقة جدا وبس. فتحت لكم لايف شوية وقعدنا شوية وبعدين خلاص نمت وبس. كده كان خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. باي. اكتبولي في الكومنتس على افكار فيديوز.